كنت قاعد بتكلم مع برعي وفجأة برعي بيسلم عليكم بيقول لكم اعملوا له لايك. كنت قاعد بتكلم عليه قال لي انا ما كنتش حاضر لما عملت قبل كده اجنحه بصوص البفر، فقلت له بس كده، قال لي لا مش بس كده انا عايز اجنحه ودبابيس. وعشان برعي غالي عليا زي ما هو غالي عليكم قررنا ان احنا النهارده نعمل اجنحه ودبابيس بصوص البفلو زبده كالمعتاد، وكعادتنا بالمختصر المفيد زي الحقنه في الوريد. اهم خطوه في الموضوع هو اننا ننظف الاجنحه والدبابيس بميه وخل عشان لو فيها اي زفر او ميكروب او بكتيريا نصطاده على الفور، عشان نجهز بعدها البوله اللي هنحط فيها حبه دقيق حلوين وعليهم نشا يا دوب معلقتين صغيرين، ودحرجهم بقى وقلبهم وانزل عليهم بالاجنحه والدبابيس جناح جناح دبوس دبوس، غطس في الدقيق ونفض وريحه على الطبق وبرعي هتولى التحنيط. الاهم بقى من ده كله اننا نكون مولعين على طاسه الزيت، والاهم برده يكون سخن وكتير، وانزل بالدبابيس الاول، واول ما ترصهم نهدي النار شويه عليه. عشان الناحيه الثانيه نولع على طاستنا ونجهز صوص البفلو بتاعتنا، هننزل بشويه زيت يسخن ننزل عليهم بالصلصه معلقتين بس، نغير اماكن الطاسات النار تبقى هاديه عليه شويه. هنكمل بقى بمعلقه هريسه حار لاجل ما تبقى نار، ومعلقه سكر وتوم بودره وبصل بودره وحبه بابريكا وفلفل اسود وشطه حمراء، وندحرجهم في بعض بحنيه، واول ما يمسك القوام انزل عليه بشويه عسل اسود يا عسليه، لان هو ده اساس صوص البافالو. ونكمل الدحرجه بتاعته، ولما يتقل سيكه هنحضر احنا على جنب نص كوبايه ميه وعليهم معلقه نشا، ونقلبهم ودلق على الصوص مع استمرار تقليبه. بعدها بقى هنحط حبه ملح صغيرين وحبه دبس الرمان، بس ما لحقتش اصورها يا مان حقك عليا، بس خد مني النصيحه دي على السريع. اهم بقى ما في الموضوع انك لما توطي النار عشان تاخد راحتها في التسويه عشان ما تبقاش نيه من جوه، لما تيجي تطلعها من الزيت يا معلم ما تحطهاش على المنديل مباشره، يفضل تفضل معاك كده عشان تكون مقرمشه. احنا دلوقتي حاطين الاجنحه هنخلصها وهنكمل مع بعض. ما تنساش تعمل لايك. زي ما قلنا هنطبق وما تقلقش، طول ما انت مخلي النار على المتوسط الدبابيس من جوه هتستوي، لكن هتعلي النار من جوه هتبقى نيه ومن بره هتتحرق. بعد ما حمرنا كل الكميه وصفيناها من الزيت بالطريقه اللي قلت لكم عليها، هنسخن بقى صوص البافالو وننزل عليه كل كميتنا من اللي اتحمروا، وندحرجهم في بعض ونسيبهم يتصرفوا، وكل واحد حسب دماغه. اما الخطوه دي هي لمجرد تسخين صوص البافالو مع الاجنحه عشان تبقى الصوص متغرقه في كل حته. وكعادتنا في الختام، لو بتتفرج من اليوتيوب ما تنساش سبسكرايب، ولو من الفيسبوك الفولو واللايك، وندعي لامواتنا بالرحمه ونصلي بينا على نبينا علي افضل الصلاه وازكى السلام. علي افضل الصلاه وازكى السلام. لاجل عيونكم وعيون برعي عملناها تاني النهارده، بس دبابيس واجنحه، فنسمي الله وبيمين ندور. بسم الله. ايه يا برعي؟ ايه؟ اظن انا عملتها قبل كده وقلت لكم ان هي كانت عامله ازاي، وانا تقريبا عملتها بنفس المقادير وبنفس الخطوات. كل اللي احنا عملناه النهارده او كل الفرق اللي كان موجود النهارده هو الدبابيس. قعدتنا في النهايه ما تنساش الفولو واللايك والشير، واتمنى لي من قلبك الخير في رعايه الله وحفظه. مساء الزبده على عيونكم. فاضل بقى اخواتي واصحابي جايين عشان ياكلوا معانا. اتفضلوا حبايب قلبي، وحشتوني.